السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بالخيرات والمسرات. هل سمعت يوما بإجازة بالبسملة فقط؟ من طريف ما قرأت أن أحد الشعراء قصد شيخا مقرئا ليقرأ عليه ختمة إجازة، فلما ألفاها صعبة عليه، كان هذا المقرئ كان شديدا، فلما ألفاها صعبة عليه أنشد فيها يقول: أردت أن أقرأ آية الله دون هلهلة، مجودا أقرأها محفوظة مرتلة، فقلت يا أستاذ علمني فلي فيها وله، قال تعوذ، قلت قال فهمز أولا، قلت أعو، قال أظهر العين وخل العلعلة، قلت أعوذ، قال ما للذال تبدو ذابلة، قلت أعوذ بالله من الشيطان، قال مشكلة، أين حقوق الطاء والطاء ألا ما أثقله، سكنت نونا شددت ميما مهملة، وصلت وقفا لازما تركت في الوصل الصلة، فخمت راء رققت رققت راء مثقلة، ما عدت أدري ما الذي أقرأه من البلا، فكل حرف خطأ وكل وصف معضلة، قد كدت أبغي مصحفا يجيزنيه هرولة، قد كدت أبغي مصحفا يجيزنيه هرولة، لكنني وبعد أن لاقيت هذه الزلزلة سأحمد الله إذا أجازني في البسملة.